الآن إلى عالم الموسيقى، حيث أحيا الفنان الجزائري أمازيغ كاتب حفلا موسيقيا في العاصمة الألمانية برلين في إطار فعاليات الموسيقى المغاربية وتحديدا موسيقى غناوة. شهد الحفل إقبالا كبيرا من الجالية الجزائرية والعربية المقيمة ببرلين، التي كانت على موعد مع أغاني النجم المغاربي التي تتميز بالجرأة في تناول المشاكل الاجتماعية والسياسية. برنامج زيارة أمازيغ كاتب تضمن أيضا ورشات للموسيقيين الألمان في فن غناوة. النجم الجزائري أمازيغ كاتب يقدم مبادئ موسيقى غناوة العريقة لموسيقيين ألمان ببرلين. تندرج هذه الورشة ضمن البرنامج الذي يقوم به ابن الروائي الجزائري الراحل ياسين كاتب خلال زيارته للعاصمة الألمانية بدعوة من ورشة ثقافة العالم. ويهدف البرنامج إلى تقريب إيقاعات موسيقى غناوة وفلسفتها كنمط موسيقي ارتبط في الماضي بنزعة التحرر لدى العبيد في شمال إفريقيا. هو المقصود من هذه الورشات وهذه لي ورك شوب هذوما اللي نديروهم مع لي ميوزيسيان هو انه نحافظوا على حاجه بلا ترانسميسيون، يعني نمدوها للناس، يعني نفوتوها للناس كلغه، مثل اللغه هي كما لغه، الموسيقى هي لغه عالميه. تعلمت نوعا موسيقيا لم اكن اعرفه من قبل. انا معجب بموسيقى غناوة لانها غنيه بالايقاعات. في بداية تسعينيات القرن الماضي أسس أمازيغ كاتب الملقب بالمتمرد مجموعة غناوة ديفيزيون، وسرعان ما انتشرت موسيقاه في وقت قياسي في أوساط الشباب المغاربيين في شمال إفريقيا وفرنسا. من بين الأسباب جرأته في تناول المشاكل السياسية والاجتماعية. يمزج الفنان الجزائري بين العزف بآلة الجمبر العريقة والآلات العصرية، ويركز على فتح آفاق الحوار الثقافي عبر الموسيقى. صح، انا جيت القناوي بعد ما سمعت الريغي وبعد ما سمعت الجاز وبعد ما سمعت حوايج اللي اثروا فيا ثاني كما القناوي، وحطيتهم في قلب واحد وحطيتهم في دماغ واحد وخرجوا لي واحد اللونجاج اللي يسميوه غناوة ديفيزيون ولا يسميوه اللونجاج تاعنا تسمى الغناء تاعنا. اتصلنا بأمازيغ كاتب وغناوة ديفيزيون لإحياء نسخة ماغرب فيزيون، وكنعرفوا بطبيعة الحال غناوة ديفيزيون والتأثير ديالها على الموسيقى في شمال إفريقيا. لحظة تكريم لموسيقى غناوة والكلمة الهادفة من خلال حنجرة أمازيغ كاتب الذي أطرب الجمهور البرليني العربي والألماني على حد سواء.